لو انت عايز تبدا في مجال الكمبيوتر، تتعلم تصليح الكمبيوتر، تتعلم بيع وشراء، تبقى عندك، تبقى تاجر، تبقى عندك محل، ومش عارف تبدا منين، وما راس المال معاك، راس المال اللي معاك صغير قوي، يعني سي معاك راس المال 5000 جنيه، وعايز ابدا بيهم، ابدا بيهم ازاي؟ وابدا بيهم من اي نقطه؟ وهتعلم ازاي؟ ومين اللي هيعلمني؟ انا رحت لواحد محل قبل كده رفضني، ما رضيش يشغلني عنده، ولاي محل هيديني ملاليم، وانا عايز مثلا فلوس، عايز اكبر، المحل مش هيكبرني. هقول لك يا سيدي تبدا ازاي وتعلم ازاي. هقول لك الحكايه اللي انا عملتها على نفسي. انا عشان اتعلم في مجال الكمبيوتر وافهم وابقى معايا فلوس وابقى تاجر وكل الكلام دوت، وابيع واشتري، كل الكلام ده بدات بمبلغ قد كده، مبلغ صغنن قوي. سي انت معاك 5000 جنيه، هتبدا منين؟ اول حاجه لازم، سي انت مثلا من القاهره، حاول اوصل لاي تاجر بيبيع اجهزه الكمبيوتر. شوف اوصل لاي حد بيبيع اجهزه كمبيوتر عندك مثلا في منطقه، سي مثلا انا من اسكندريه، من الوراق، من اللي بحيره، اي منطقه مش شرقيه، اي حاجه. شوف مثلا لو انت سي مش شرقيه، في زقازيق مليانه تجار اجهزه كمبيوتر كتير قوي فوق ما تتخيل. ما تحاولش انك تروح عندهم تشتري اجهزه غاليه، مش هتروح مثلا معايا 5000 جنيه اروح اجيب جهازين 5 عاشر ولا لا، مش هجيبوا حاجه. هات لك الاجهزه الشعبي الرخيصه، اللي هي مثلا بتكون مثلا سي 5 كور اي 5 جيل الاول، مثلا جهاز واحد 5 تاني، لو تجيب مثلا جهازين 5 رابع بسعر الجمله ممكن تجيب معاك، او جهاز واحد 5 رابع، هات لك حاجه رخيصه. هتقول لي مثلا اسوقها ازاي وابيعها ازاي؟ انا ما بعرفش ابيع. اول حاجه عشان تعرف تبيع، اول حاجه بيع مثلا عن طريق الماركت على الفيسبوك، اعرض على الفيسبوك. تاني حاجه شوف مثلا الجروبات اللي على الفيسبوك، سي انا مش شرقيه، هشوف كل الجروبات الخاصه بالشرقيه، فاقوس، مثلا فاقوس، مشتول، بالبيس، انشاس، كل الجروبات اللي على كفر صقر، كل الجروبات هنشر فيها اجهزه الكمبيوتر كلها اللي انا ببيع، بس تعرضها كانك صاحب محل واحد بيبيع، عندك اجهزه كتير. فلما بيع اساس انك جديد غير لما بيع مستعمل. هتقول لي في ايه؟ هقول لك لما تيجي تبيع اساس محل اساس جديد، تروح تبيع للناس على النت اساس جديد، الناس بتحب الحاجه الجديده، ما بتحبش حاجه مستعمله. لو بعت اساس مستعمل هيخسروك بالارض. سي مثلا انت عرضت على الجهاز، سي انت هتبيع الجهاز على النت مثلا ب 3 ونص، يقول لك لا يا عم اخده ب 3 مستعمل، لك ده مستعمل، وهيحاول يخفضل معاك ويضرب سعره في الارض. بس لما تبيع انت عندك محل وبيع، ولا انا عندي محل، انا عندي مخزن ورا، وعندي محل هنا، اتكلم، كبر من نفسك، فاهم يعني كبر من نفسك. حتى لو انت ما عندكش حاجه غير الجهاز الواحد اليتيم دوت اللي انت شاريه بال 4000 و 3000 جنيه اللي معاك وعايز تبيعه، فالجهاز الواحد هخليك تجيب جهازين. انا سي لما جيت بدات باجهزه مستعمله، كنت بشتري الناس من الاجهزه من البيوت، واحد عارض مثلا جاري جنبي عارض جهاز كمبيوتر مستعمل، فاروح له اقول له عندك جهاز عارض للبيع، فاروح اشتري منه بمبلغ بسيط واعرضه على النت للبيع، يومين 3 ايام الجهاز يتباع، اخد الفلوس على راس المال اللي معايا وابيع، اشتري تاني مره واثنين وثلاثه واربعه. عرفت تجار، ادتني خبره، ادتني معرفه، عرفت اكبر بسرعه، كل الناس المحلات بقت تعرفني. ليه؟ عشان بدات صغير، مش هتبدا كبير، مش هتبدا بمليون جنيه، انت معكش حاجه، انت ابوك مش كان ما كانش صاحب فيلا ولا عنده سرايا، احنا ناس عاديين، احنا شعب مصري عادي. فحاول ابدا باقل حاجه، مش شرط تبدا كبير، تقول لي هيبدا كبير، اللي هيفضل هيكبر، هيبدا كبير هيفضل كبير، هو كلامك صح، بس انا مش هبدا كبير، مفيش حد مساعدني، فاهمني؟ فحاول ابدا باقل حاجه معاك. مستحيل يعني ما تقولش امكانياتي معايا ضعيفه مش تعمل حاجه، لا، اقل مبلغ ممكن تبدا بيه، اقل، لو ان شاء الله ان شاء الله سيدي مثلا معاك 1000 جنيه والله لازم تبدا بيها، تقول لي ابدا ازاي ب 1000 جنيه؟ سيدي هات لك حبه كيبوردات، كمبيوتر وبيعها على النت، سي لو تكسب في الكمبيوتر 5 جنيه هتعرف انت شغال في الكمبيوتر. واحد يطلب منك ممكن يقول لك باشمهندس ينفع تجيب لي جهاز كمبيوتر يعني الاولاد يشغل ببجي، فتقول له مثلا هات عربون، تاخد مثلا منه سي مثلا الجهاز ثمنه 4000 جنيه، تاخد مثلا منه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، يقول بس عايز عربون شرط كلام والكلام دوت، عشان سي بجيب للناس اجهزه وبيرجعوا كام، فيديك عربون 2000 جنيه يديهم لك، عايز سي تجمع 1000 جنيه معاك، يبقى 100 فل 14 جه جمعت جهاز طلع لك مكسب 1000 جنيه، فتحط راس المال معاك وتكبر، واحده اثنين ثلاثه اربعه، هتكبر نفسك. ما تقعدش محلك سر تقول انا مش عارف اعمل حاجه، ما تقعدش تشكي الزمن تقول لك انا مش عارف اعمل واعمل، الدنيا غاليه، كل حاجه غاليه عليا وعليك. فاسعى من دلوقتي، ما تقعدش واقف مكانك محلك سر.